حكم بحرق كتب البخاري والصحيح، لان الكتب ديت كتب السنه ديت خصوصا الائمه دول القران بيقول حاجه هم بيقولوا حاجه ثانيه، وفي عيوب وعوار كتير في الكتب ده، وده طبيعي لانه الكتاب انزل من السماء. صحيح البخاري قد يقولي هذا ما يصلح من هذا الزمن. من النقطة دي بيبدأ ناس تطعن في البخاري، ومش بس على شخص البخاري نفسه بل على صحيح البخاري، من زاوية ان الامام ليس معصوم وانه كان راجل عادي وبالتالي اي حاجة ممكن يرويها ممكن تكون خطأ، بل وان كتاب صحيح البخاري فيه اخطاء كتير وفي حاجات اكتر بتخالف القرآن والسنة، ومش بس بتخالف القرآن ده بتخالف العقل البشري. من الاحاديث دي مثلا عذاب القبر، والاحاديث اللي هي بتحرض على العنف اللي هي وده بيتعارض مع حرية العقيدة. امال فين بقى لكم دينكم ولنا ديننا، ولا مش عارف بيقولوها ازاي، هم بيقولوها كده على فكرة، وغيرها من النظريات والشبهات. فطبعا اي انسان عادي لم يطلع على علم الحديث ممكن يشك. اصل اللي يخليك تشك في رواية واحدة بس في صحيح البخاري فتح الطريق انه يشككك في كل الروايات، لكن بعد الشك بيبان الحلو والوحش، لانك بعد ما بتشك في حاجة لازم تطلب التوضيح، تشوف يمكن انت فاهم حاجة غلط، ويمكن يكون في تعمد انك تكون فاهم غلط. هل البخاري معصوم؟ قولا قطعا لا، البخاري بشر يصيب ويخطئ. طب تاخد التقيله، البخاري ما كانش من الصحابه نفسهم مش معصومين، بشر زينا يقعوا في المعصيه، شأنهم شأن اي حد من البشر، يعني البخاري برضه ليس معصوم. لكن هل ده معناه ان البخاري في صحيح وضع احاديث غلط عن النبي وكذب عليه؟ هنا بقى لازم نقف وقفه واحده بس. كتاب صحيح البخاري ما خدش المنزله دي عشان البخاري نفسه، يعني لو كان اي حد تاني عمل نفس اللي عمله البخاري كان كتابه وصل لنفس درجة كتاب البخاري، لكن الكتاب ده وصل للمنزلة دي لأن علماء الأمة والمتخصصين في علم الحديث أجازوا صحيح البخاري والأحاديث اللي فيه وقالوا عنها أحاديث صحيحة. ونفس الكلام مع صحيح الإمام مسلم، طول ال 12 قرن اللي فاتوا والأمة مجتمعة على صحة الأحاديث في الصحيحين. وخد مني المثال ده، لو في طالب دراسات عليا عمل رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير، اللي بيحصل بعد كده على طول إيه؟ إن بيتم تشكيل لجنة من المتخصصين عشان تناقش البحث ده مع الطالب. خرجت اللجنة من المناقشة دي ان البحث ده ممتاز. هم دلوقتي بيتكلموا عن البحث نفسه دلوقتي، يعني الطالب بره الموضوع، البحث مفيش فيه اي اخطاء علمية ويستحق درجة الامتياز. تمام كده يا عم؟ انت جيت بعد كده وانت مش متخصص في البحث ده، وليكن مثلا رسالة دكتوراه في اي حاجة في نباتات الزينة وانت غير متخصص في المجال ده، فطلعت حضرتك تقول ان البحث ده لا يستحق درجة الامتياز وان الطالب ده فاشل والبحث بتاعه مليان اخطاء علميه، ساعتها انت بتطعن في البحث ولا في الطالب ولا بتطعن في الاثنين؟ خليني اقول لك انك بتطعن في دول كلهم، وبتطعن كمان في اللجنه اللي هي كمان متخصصه في العلم ده اللي انت مش متخصص فيه. ده بالظبط اللي بيعمله الطرف الرافض للسنه النبويه. هو لما بيعارض كتاب صحيح البخاري هو ما بيعارضش البخاري بس، هو بيعارض المشايخ الكتير جدا اللي اختبروا البخاري واختبروا صحيح البخاري، وبيشكك في المشايخ اللي اعتمدوا الاحاديث دي واعتمدوا عليها في اي كتاب غير كتاب البخاري. وبالتالي لو اسقطنا وشلنا كل الاحاديث الموجوده في البخاري هيتم اسقاط كتير من العلوم الشرعيه الا الحاجات الموضحه بشكل كامل في القران الكريم. خليني اقول لك مثلا اننا لو اسقطنا كتاب البخاري نفسه المشكله ما اتحلتش، لان الاحاديث اللي نقلها البخاري موجوده عند 46 شخص غيره. يعني لو اخطا شيخ البخاري اللي هو اخذ منه الحديث هتلاقي الحديث موجود عند 40 ل 50 شيخ تانيين. يعني من المستحيل ان كل الرجال اللي نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يجتمعوا في مكان واحد ويقولوا احنا هنكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حديث واحد ممكن يكون منقول عن 18 صحابي، فلو قدر يوصلك بالتشكيك لحد الصحابة هنا بقى يقلب الموضوع، يخش من مشكك عادي يناسب نفسه للإسلام لمشكك أكبر مش مسلم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي متطرف حاشاه، وهو اللي نشر الإسلام بالعافية. ومن هنا بقى تبدأ الافتكاسات للطعن في الدين كله، وعاد هيوصلوك لمرحلة انك لازم تشيل آية من القرآن. ما هو لما بدأ يشككك في حديث واحد بس
وصلك لايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كذب على الحديث، يعني حاجه من عنده مش كلام ربنا اصلا. وفي الحقيقه ان اغلب الشبهات ده لو ما كانش كلها يعني اللي اترددت عن صحيح البخاري اترد عليها في كتب موجوده من عشرات ومئات السنين. الغريب بقى ان الناس اللي كانوا في مشاكل مع البخاري بسبب بعض الفتن اللي اتكلمنا عنها، مش كان المفروض الناس دي متخصصين في الحديث؟ مفيش واحد فيهم قدر يطعن في حديث من احاديث البخاري، اهي كانت فرصه. لكن هم ما عملوش كده ليه؟ لانهم عارفين وفاهمين ان البخاري نفسه كان له منهج دقيق في اختيار الحديث، لان مش سهل خالص انهم يقولوا ان البخاري اخطأ. وكان ممكن يقولوا ان هو اخطأ في الاحاديث، شيلوا الكتب دي احرقوها وارموها وما كنتش دلوقتي هتسمع ذكر للبخاري اصلا. لكن هم ما عملوش كده واتهموا اتهامات ملهاش علاقه بعلم الحديث، مع انهم لو كانوا قالوا ان هو اخطأ في الكلام ده كانت الناس ممكن تاخد عليه الفكره دي وما كانش حد هيقبل منه حديث. البخاري عليه رحمه الله كان مشغول بامر التدوين، زي ما قلنا من صغره كان حابب الامر ده، لان ربنا كان مميزه بميزات مش موجوده عند علماء عصره. واشهر كتاب كتبه البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، الكتاب المشهور باسم صحيح البخاري، وده الاسم اللي اتشهر بيه قديما وحديثا. ويمكن كتاب زي كتاب صحيح البخاري كان له مميزات كتير عن باقي الكتب في الحديث، وده لان وقت كتابه البخاري للكتاب ووقت جمعه للاحاديث البخاري كان له شهره عاليه جدا، مع كون ان هو كان بيسافر وبيتنقل من بلد لبلد. فالبخاري كان كل ما ينزل في مكان الطلاب كانوا بيطلبوا منه انه يقرأ عليهم وهم يكتبوا وراه، او حتى يحفظوا بالسمع ويبداوا هم ينقلوا الحديث ده لغيرهم مروي عن البخاري، سواء النقل ده كان بيكون عن طريق الكتابه او الشفهيه. انت يمكن مش متخيل عدد الناس اللي سمعوا صحيح البخاري منه. الخطيب البغدادي بيروي ويقول عن اكبر تلاميذ البخاري انه قال سمع الصحيح من البخاري معي نحو 70,000، وناس تانية بتقول اللي سمع من البخاري صحيحه نحو 90,000، يعني من 70 ل 90,000 شخص سمعوا صحيح البخاري من لسانه شخصيا، وبقوا هم بينقلوا الكتاب ده بالتواتر عنه، لان وقتها ما كانش في حاجه اسمها طباعه، وروايه الكتاب اتصلت بالسمع والقراءه وبنسخ الاسانيد المتصله من زمن البخاري لحد النهارده. بس ايه اصلا اللي يخلي البخاري يكتب الكتاب ده؟ ليه حد يروح يجمع الاحاديث والاحاديث الصحيحه يجمعها لوحدها في كتاب؟ ان البخاري في يوم كان موجود في مجلس من مجالس اسحاق بن راهويه، فقال اسحاق لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقع الكلام ده في مين؟ في قلب البخاري عليه رحمة الله. من بعدها بدأ في جمع الكتاب عشان وقع في نفسه ان هو يقوم بالمهمة دي. ده غير ان البخاري نفسه شاف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا بيقول وكأني واقف وبين يدي مروحة أذب عن رسول الله، فسأل بعض المعبرين فقالوا إنك تذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي حملني على إخراج الصحيح. دي كانت رؤيا حفزت الإمام البخاري إنه يبدأ في العمل ده. وخلال 16 سنة كان الإمام البخاري بيجمع الأحاديث الصحيحة بس، وبعد جمع الأحاديث قعد فترة طويلة ينقح الأحاديث دي ويراجعها قبل ما يخرج الكتاب ده لعامة الناس. لما اتعمل الكتاب ده اتعملت لجنة عشان يراجعوا الحديث ده. بيقول العقيلي لما ألف البخاري كتابه الصحيح عرضوا على ابن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم فامتحنوه إلا 4 أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري هو الصحيح، يعني حتى ال4 أحاديث اللي قالوا ان هي غير صحيحة من العلماء كان رأي البخاري عند اهل العلم ان هو الاصح. المهم ان البخاري بيتجاوز الامر ده وبقى عندنا كتاب اسمه صحيح البخاري بيضم 2761 حديث من غير الاحاديث المكررة. طب الاحاديث المكررة ومع اختلاف الروايات جوه البخاري بيوصل عدد الاحاديث فيه ل 9082 حديث، كلها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده غير ان الكتاب ده فيه اقوال للصحابة موقوفة عند الصحابة وما بتوصلش للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده واكتر اهل العلم والعلماء بيعتبروا ان صحيح البخاري من اهم الكتب اللي كتبت في تدوين السنة، وعشان حاجات كتير جدا من اهمها تحري البخاري للدقة في اختيار الناس اللي بياخد منهم الحديث، ده غير الجهد الكبير المشهود له عشان يوصل للحديث الصحيح، وحتى تركوا الاحاديث صحيحة من بعض ناس معينة لمجرد ان في حاجة تانية خالص بخلاف السند وبخلاف الحديث نفسه ممكن تدخل في قلبه الشك تجاه الراجل ده. عشان كده الدقة والتفاني في اخذ الحديث عن البخاري اوجب انه لازم يتسمى بصحيح البخاري. وفي النهاية هيفضل الحق واضح وضوح الشمس. وفي نهاية الحلقة انا بحبكم في الله، الحلقة كانت طويلة والنور قطع بتاع 3-4 مرات، فلو وصلت للنهاية اكتب لي كلمة السر الساعة، وقبل ما تمشي اتأكد
متاكد انك عملت لايك واكيد كتبت كام تعليق، وطبعا مشترك في القناه ومفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو حابب ترعى محتوى القناه على باتريون او بيبال الروابط اسفل الفيديو. سلام عليكم.